أحسنوا إلى أولادكم بالعطف عليهم والتقرب منهم وحسن وجمال تربيتهم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يا أحباب الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، أمة الإسلام، نحن اليوم بأمس الحاجة إلى اجتماع الصف ووحدة الكلمة والوقوف بعضنا إلى بعض ضد من يهدد ديننا وأمننا وخيرنا وأمتنا. نحن بأمس الحاجة إلى التحام قوي واتفاق الكلمة والتعاون المطلوب في حماية الدين والعقيدة وأمن هذه البلاد الطيبة التي تآمر عليها الأعداء والعملاء والمنافقين، ولكن سوف يجعل الله كيدهم في نحورهم وتدبيرهم تدبيرا عليه، ولن يجدوا لذلك سبيلا بتوفيق من الله. إن نحن تمسكنا واجتمعت كلمتنا على سواء، وسوف تعود هذه البلاد بإذن الله بلدنا موحدة معتصمة بكتاب الله وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أحباب الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ارفعوا هممكم وتسلحوا بما يحفظكم ويرفع قدركم بين الأمم، والحذر من العطالة والبطالة والفراغ. معاشر المسلمين، كل منكم على ثغرة في عمله وميدانه وفي دراسته وأسرته. أصلحوا شؤونكم داخل أسركم ومجتمعاتكم بالأمانة والقوة في تدبير مهامتكم ومسؤولياتكم. تناصحوا وتواصوا بالحق والصبر، وأتمروا بالمعروف وتناهوا عن